بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة عن قفل طريق المحور والبدايل بتاعته. هنشوف هو من 3 أيام طلع قرار كده بأن طريق المحور هيتقفل وهيكون في بدايل للحركة من مدينة 6 أكتوبر إلى وسط القاهرة أو ميدان لبنان تحديدا يعني. نفتح الخريطة بتاعتنا أهوت ببساطة خالص، نشوف دي مدينة 6 أكتوبر، الشيخ زايد، وده خط سير طريق المحور اهوت. هو ده واصل لحد كوبري 26 يوليو. طيب ايه اللي حصل بقى؟ احنا اتجاه المحور اللي هيتقفل لحد يعني بادئ من ميدان لبنان لحد الطريق الصحراوي. ده الطريق الصحراوي يا جماعة، يعني لو انت جاي من 6 اكتوبر او الشيخ زايد هتمشي عادي طبيعي لحد هنا. نخلي بالنا ان قفل الطريق مقفول في الاتجاه ده بس، يعني اللي راجع من ميدان لبنان الى 6 اكتوبر او الشيخ زايد هيرجع عادي جدا ومفيش اي مشكلة. يعني المسافة اللي مقفولة هي دي يا جماعة، في الاتجاه اللي انا ماشي فيه ده بالظبط، اتجاه من الطريق الصحراوي كده. انا مش ماشي على الخط بالظبط، بس هو ده الاتجاه لحد الدائري ده هو اللي مقفول. لكن الطريق اللي باللون الاخضر ده هيكون هو الاتجاه ده شغال عادي جدا. هيقابلك بس في نفق هنا كده معمول فيه تحويلة وخلاص على كده. لكن الاتجاه اللي باللون الاخضر ده اللي هو من ميدان من الطريق الدائري الى الطريق الصحراوي شغال عادي جدا. اللي جاي من جوه القاهرة هيقدر يروح 6 اكتوبر والشيخ زايد والطريق الصحراوي عادي جدا، ما فيش مشكلة. الخط اللي باللون الاحمر هو اللي مقفول، اللي هو تاني نعمله كده عشان ايه يبقى باين مع الناس. ده الاتجاه اللي مقفول يا جماعة، مقفول تماما اهوت، يعني مقفول تماما. طيب ايه البدايل؟ طيب يعني اللي جاي من 6 اكتوبر هيمشي كده يا جماعة اهوت. نبدأ نشوف المسار بتاعه هيكون عامل ازاي، ويدخل على الطريق الصحراوي اتجاه الرماية، يمشي كده لحد هنا في نفق في الحتة دي كده بعد نيو جيزة على طول. يا اما هتاخد يمين وتبدأ تركب الدائري في الاتجاه ده كده، الدائري يا جماعة اهوت، وتدخل على ميدان لبنان. يا اما هتكمل وتنزل النفق ده اللي بيوصلك على ميدان الرماية، لكن الطريق مقفول عند المتحف المصري في الحتة دي بالظبط. هتلف وترجع تطلع الدائري تاني، ونفس المسار بقى تاني اللي هو ده، تنزل على ميدان لبنان. في طريق تاني بس هيكلف كارتة بصراحة يعني، اللي هو طريق لو انت جاي اهوت من الشيخ زايد او لو جاي من اكتوبر ممكن تمشي من هنا وهتقطع كارتة ب10 جنيه تدخل على الصحراوي، وبعدين ترجع تطلع طريق محور الضبعة. محور الضبعة ساعات لو انت قاطع الكارتة بتاع الصحراوي وتطلع على كارتة الضبعة توري له الكارتة بيعديك عادي جدا، تبقى هي كارتة واحدة ب10 جنيه، وتمشي على محور الضبعة يقابلك كوبري تحيا مصر، وتنزل بقى ايه منطقة وسط البلد. او هتكمل زي ما انت لو انت جاي اهوت لحد الصحراوي، هنا منطقة الصحراوي اهو، ده الطريق الصحراوي. هتدخل الصحراوي وتعدي برضو الكارتة 10 جنيه، وتعدي تطلع محور الضبعة. بس تاخد بالك بعد الكارتة تدخل الطريق البطيء علشان تلاقي الطلعة اللي بتوديك على محور الضبعة. محور الضبعة ممكن بتكمل تعدي كوبري تحيا مصر وده كارتته 20 جنيه، أو بتنزل الدائري وترجع تدخل كده تاني على ميدان لبنان. دي البدائل اللي موجودة يا جماعة. بأكد تاني، الطريق اللي هو اللي جاي من جوه ميدان لبنان شغال عادي جدا. لو انت جاي في الاتجاه اللي انا ماشي فيه ده شغال عادي جدا. اتجاه اللي جاي من اكتوبر هو اللي واقف، اللي هو ده الاتجاه ده واقف يا جماعة. بس بالنسبة بقى للناس اللي بتيجي من 6 اكتوبر والشيخ زايد وعايزين يروحوا منطقة المعادي او حلوان او المناطق دي يا جماعة، في بديل اصلا يعني هو المفروض يستخدموه دايما. يعني لو انت جاي من 6 اكتوبر اهوت او من الشيخ زايد وصلت الصحراوي بتاخد يمين، ده انا بتكلم على طريق الواحات، وبتاخد يمين وبعدين بتاخد من عند حازم حسن كده بتاخد يمين، هتوصل لطريق الواحات، الطريق الدائري، تمام. وبعدين بتاخد الدائري تنزل على طريق الواحات، ده طريق الواحات. او لو انت جاي من اكتوبر ممكن تاخد طريق الواحات مباشرة، وبتاخد يا جماعة الطريق السياحي الجديد. الطريق ده
اللي هو اعمله بلون تاني اسمه الطريق السياحي، وهو خلاص مبقاش جديد لان ناس كتير عرفته وبقى شغالين عليه. من قدام حدائق الاهرام كده وبتاخد الطريق ده بيوصلك على الدائري تاني، بيوديك بقى منطقة المنيب والمعادي والمنطقة دي كلها والجيزة عامة يعني. فيعني مفيش داعي انك حتى لو المحور مفتوح انك تاخد اتجاه الغريب اللي هو يعني ناس كتير بتستخدمه برضو، اللي هو كده وتروح الدائري وبعدين تلف الدائري تطلع مش عارف وصلة المريطية واللفة دي. لا صدقوني يا جماعة، الطريق البديل اللي هو هيكون باللون الأحمر ده يفيد ناس كتير. هو طريق الواحات، سواء من هنا أو اللي جاي من الشيخ زايد ممكن ياخده من هنا، أو اللي جاي من الشيخ زايد ممكن في طريق من جوه نيو جيزة، يعني في كذا طريق. المهم ان انت بتوصل لطريق الواحات ومنه على الطريق السياحي بيوديك على الطريق الدائري ومنه بقى للمناطق دي. ده بديل تاني برضو حبيت اضيفه. برضو انا كنت من فترة عملت فيديو عن طريق المحور والتوسعة اللي بتحصل فيه، لكن انا رفعت الفيديو لان كان في غلط كده في المسار شوية، لان المسار مش معلن. فانا برضو رفعت الفيديو. ان شاء الله قريب هنعمل فيديو عن توسعة محور 26 يوليو. اتمنى يكون الفيديو واضح واشوفكم على خير ان شاء الله.